النهارده هاحكي لكم قصة بتدل على مدى ذكاء أستاذ جامعي ومدى ذكاء أو أحيانًا ممكن يكون غباء 4 طلاب كانوا عاوزين يهربوا من الامتحان ولكن بطريقة ذكية شوية. ال4 طلاب اتفقوا مع بعض إن هم مش هيروحوا الامتحان وهيألفوا قصة هيقولوها للأستاذ، وأكيد القصة دي بسبب حبكتها الجميلة هتخيل عليه وهيصدقها. فاتصلوا هنا بالأستاذ وقالوا له إن إحنا راكبين العربية في كاوتش من العربية فرقع وللأسف مش هنعرف نيجي. قال لهم مفيش مشاكل ولا يهمكم خالص. وبما انهم كانوا موجودين في مكان بعيد عن الجامعه فالاستاذ هنا بقلبه الطيب سمح لهم كمان انه ياجل لهم الامتحان وهيعمل لهم امتحان لوحدهم كمان. طبعا هم هنا طاروا من الفرح لانهم عرفوا ان الخدعه بتاعتهم دخلت على الاستاذ وصدقها. وفي اليوم المتحدد اللي هو يعمل لهم فيه الامتحان ليهم هم الاربعه راح مقعدهم قدامه وخلى كل واحد فيهم قعد في زاويه لوحده وبقى هو اللي واقف لهم زي العمل الراضي، وكل واحد منهم قدامه ورقه الامتحان. وطبعا هنا اتفاجئوا لان الامتحان كله كان عباره عن 4 اسئله، والمفاجاه هنا مش في انهم 4 اسئله، المفاجاه هنا في ايه هي الاسئله. السؤال الاول انهي كاوتش في الاربعه هو اللي انفجر؟ السؤال الثاني الساعه كانت كام وقت ما حصل الكلام ده؟ السؤال الثالث مين فيكم بقى اللي كان سايق العربيه في الوقت ده؟ السؤال الرابع ايه هو ترتيبكم اصلا في المقاعد؟ يعني مين اللي كان قاعد جنب السواق؟ مين اللي قاعد وراه؟ مين اللي قاعد ورا السواق؟ وطبعا كتب لهم في نهايه الورقه جاوبتوا كلكم اجابات زي بعض، ده معناكم ان انتم فعلا صادقين، ولكن لو اجاباتكم كانت مختلفه فده معناه ان انتم كدابين وان شاء الله هتسقطوا كلكم. في النهايه لو الفيديو عجبك اتمنى ان انت تعمل لنا متابعه لو على الفيسبوك، تعمل لنا اشتراك لو على اليوتيوب. سلام عليكم.